الجزائر كتروج على انها غادي تدخل البريكس، ولكن هي ما كتعرفش بان راه هذا البريكس هذا راه ماشي يجي ودخل ليه. ان دابا الجزائر كيفاش كتشوف راسها؟ كتشوف راسها بان دوله قويه وعندها البترول والغاز وعندها مداخل من هذاك البترول والغاز، وكتقول بانها راه بلاد قاده حتى هي تكون في المسار ديال هاد البلدان هذا. وهذا خطا. ان الجزائر الا رجعتي للصناعه ديالها غادي تلقى شي مسائل اللي هي ما عندها حتى علاقه باش غادي تكون واحد من الدول اللي غادي تكون حتى هي غتصطف مع الدول اللي هي كاينه في البريكس، مكونين للبريكس. حنا باش غادي ناخذوا نظره على الجزائر كدوله مصنعه، يعني باغا تدخل البريكس مع دول مصنعه، حنا غادي ندخلوا وغادي نتعمقوا شي شويه غير في هذه الايام الاخيره هذه ديال الصناعه الجزائريه. فاوتوماتيكمون ملي غادي نتكلموا ونتعمقوا في الجزائر وفي الصناعه ديالها، الجزائريين ما غاديش يعجبهم الحال وغادي يقول لك لا منين جبتي هادشي وهادشي راه مغالطات وانت كتصفر شي احصائيات اللي ما كايناش. لا، انا تنقول لك غادي تدخل هذا لو سيت هذا ديال لو ان اس، هي لوفيس ناسيونال دي ستاتيستيك، مكتوبه او ان اس، غادي دير في جوجل ons.dz وغادي تبرك وغادي تخرج لك الشاشه بحال هكذا. ملي غتخرج لك الشاشه بحال هكا غادي تبرك عليها هذيك ons.dz وغادي تدخل لو سيت. ملي غادي تدخل لو سيت غادي تلقى هذيك اللي درتها انا بالحمر هي لو نافيام، غادي تبرك عليها وغادي تدخل لي ستاتيستيك ديال البلاد ديالك وغادي تعرف اخر المستجدات اللي كاينين في البلاد ديالك من حيث الصناعه. يعني ما غاديش نقول لك انا معطيات من عندي، غنقولها لك من لو سيت ديال البلاد ديالك. وهذا لو ان اس اوفيس ناسيونال دي ستاتيستيك هي غوفرنمونتال، يعني تابعه للدوله ديالك انت، يعني تابعه للتبون. انت كتثق في التبون ودخل دابا تسمع تبون وخذ فرق ما بين التبون شنو كيقولوا وشنو كاين في الواقع اللي كيديروه هاد الناس هادو. لان بزاف ديال الجزائريين ما تعرفوش بان راه كاين دي ستاتيستيك تيديروهم ناس اللي هما قاريه. هاد الناس هادو حنا ما تنقولوا قاريين، راه تيديروا الخدمه ديالهم، اما شنو كيتقرر الفوق راه حاجه اخرى وشنو كيتقال. يلا نمشيو هاد لورغانيزم غوفرنمونتال اشنو قال بخصوص الصناعه الجزائريه كيفاش دايره. فهاد الجدول هذا اللي كتشوفوا قدامكم راكم كتشوفوا لي زانديس كاملين ديال تروازيام تريمستر ديال 2022. الا دخلتي ليهم وحققتي مزيان غادي تلقى كاين واحد النقص واحد العجز في بزاف ديال المجالات. دابا هذا الجدول هذا اللي كتشوف فيه لاندستري مانيفاكتوريال ناقص 7.0%، غتمشي ليكيفاكسيون غاز ناتوريل يعني التسييل ديال الغاز ناقص 8%، غتمشي ليكستراسيون سيل ناقص 7.2، غادي تمشي للفونت يا اسيي ناقص 26.6، يعني كل ما يتعلق بالحديد والذوبان ديالو الحديد والفولاذ ناقص 26.6%. غتمشي للميطال والميكانيك الكتريك ناقص 11.8%. غادي تمشي للفابريكاسيون كونسوماسيون ميتاليك ناقص 1.4. غتمشي للميكانيك يعني الفابريكاسيون كونسوماسيون تو سكي كونسوماسيون ميكانيك ناقص 73.3%. غتمشي للالكتريك ناقص 19.7%. غتمشي ليكيبمون ميتاليك ناقص 27.5%. ليكيبمون ميكانيك ناقص 8.4%. غتمشي ليكيبمون الكتريك ناقص 0.5%. غادي تمشي للكونستركسيون فييكول اندستريال غادي تلقى ناقص 25.2%. غتمشي الميكانيك يعني بريسيزيون بور ايكيبمون غادي تلقى ناقص 40.7%. تمشي للموبيليي ميتاليك ناقص 26.6%. غتمشي للسيراميك ناقص 6.7%. غتمشي للبلاستيك ناقص 4.5%. تمشي للبرودوي شيميك ناقص 25%. تمشي للبرودوي اليمونتير ناقص 33.6%. غتمشي لاندستري ديال ليلياج والبابيي يعني كاع اللي كيتعلق بالمواد ديال بالبوا وهذا ناقص 20%. غتمشي للمنويزري هاد السبيسياليتي هادي ناقص 64.1%. غتمشي لاندستري ديال لاموبلمون غادي تلقى ناقص 17.1%. يعني الا مشيتي لكاع المسائل اللي هي بعيده على الغاز من غير الغاز كل شيء طايح. يعني هنايا شنو كتشوف بان البلاد راه ما عندهاش المؤهلات باش تكون اندستري. هاد البلدان هادو بحال الهند ولا البرازيل ولا جنوب افريقيا حاجه اخرى. يعني ملي شفنا هاد لي ستاتيستيك هادو كاملين ودكم تدخلوا ليها وغادي تشوفوا في لو سيت ديال الغوفرنمون ديالكم، راه ماشي حنايا، غتدخل لو سيت ديال هاد لوفيس هادي غادي تلقى بان الجزائر ما عندهاش مؤهلات تماما باش تكون دوله صناعيه. وهذا الشيء المسائل هادو خصك تثق بها. دابا المشكل ديالكم انكم كتشوفوا الجزائر من الفوق، ولكن خصكم تعرفوا واحد القضيه، الجزائر الا زوميتي عليها بزاف
الكاليتي ديالها غادي طيح، واي حاجه كتزوم عليها كاليتي كطيح. وزوميو في هذا الشيء اللي قلت لكم في هاد لي ستاتيستيك اللي كاينين في لو سيت ديالكم، وغتعرفوا بان الجزائر ما عندها حتى شي علاقه بالتطور وما عندها حتى شي علاقه بالصناعه. الجزائر ما كدير حتى حاجه، اش كدير؟ الغاز عندها كتجبدو وتتبيعو ونينيا مومو. هذه هي الجزائر الجديده ديال تبون. وسي تبون خاصك تحب شي شويه من السلوكيه على الشعب الجزائري. تحياتي للجميع.